الآن نستقبل ضيفنا اللي هو محسن غطاس رئيس جمعية مبدعون بلا حدود بلدة عمر بتوغورت. أهلا وسهلا بك، صباحك سعيد محسن. أهلا وسهلا أستاذ أيوب وبالمشاهدين الكرام، شكرا على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا بك. طبعا راح نتحدثوا عن الملتقى الولائي للتطوع الشباني اللي قمتم بتنظيمه طبعا من طرف جمعية مبدعون بلا حدود. طبعا في البداية حدثنا عن هذه الجمعية قبل ما نتحدثوا أيضا عن الملتقى. شكرا. إذن جمعية مبدعون بلا حدود هي جمعية ثقافية شبانية تأسست في 10 من أكتوبر 2019، هي في عامها الخامس في 2024. نعم. تهتم بالنشاطات الشبانية، كذلك النشاطات الأكاديمية على وجه الخصوص، تنمية روح المبادرة لدى الشباب، وكذلك اللغات الأجنبية، وعلى رأسها تنظيم الملتقيات والمؤتمرات، وكذلك المشاركة عبر كامل التراب الوطني في هذه الجوانب الأكاديمية. جميل جدا. ومن بين الملتقيات طبعا والنشاطات اللي قمتم بها طبعا مؤخرا هو الملتقى الولائي للتطوع الشباني. طبعا كان من دون شك كان متميز، خاصة من ناحية الموضوع أو تسمية تاعو التطوع، عندما نتحدث عن التطوع الشباني. نعم، هذا الملتقى هو الملتقى الثاني الذي تنظمه الجمعية، ملتقى ولائي. كان الملتقى الأول لسنة 2021 في عز الكوفيد، يعني في الوباء، وكان طبعا النظرة التي كانت نحو الجمعيات والمساهمة، الإسهام الكبير الذي ساهمت فيه الجمعيات في ذلك الوباء، وكان ناجح ما شاء الله. الطبعة الثانية التي نظمت في هذا الملتقى شارك فيها 45 جمعية عبر تراب ولاية توغورت من شتى البلديات ومن شتى الدوائر. جميل. وحضروا جميعهم في بلدة عمر. أما المشاركون الفعليون فكانوا قرابة 29 جمعية بالضبط. تمحورت هذه يعني محاور الملتقى بمحاضرات في الجانب الأكاديمي في الصبيحة، يعني برنامج الملتقى راح نتابعوا أيضا صور إن شاء الله فيما بعد تعرض علينا، وفي نفس الوقت راح نتحدثوا عن برنامج هذا الملتقى. قلت بأنه هذا الملتقى كان يعني انقسم إلى 3 محاور. الفترة الصباحية كانت محاضرات للدكاترة الكرام الذين جاءونا من جامعة ورقلة، وكذلك من هاي أمامنا الصور. نعم، طبعا من ولاية توغورت. هذه المحاضرات التي كانت من إلقاء البروفيسور، وكان هو مدير الملتقى، بروفيسور بوحني قوي، مسؤول أو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة. كان هو مدير الملتقى. كان فيه الجانب الذي تناوله البروفيسور هو العمل التطوعي كقيمة استراتيجية لبناء المجتمعات. أما المحاضرة الثانية فكانت للدكتور محمد سعيد بن غنيمة، وهو أيضا أستاذ جامعي بجامعة ورقلة، وتناول العمل التطوعي، قراءة في التشريعات والممارسات. كذلك كان البروفيسور محسن بن الحبيب حاضر معنا، وهو الذي تناول جانب نظرة الشباب للمقاولاتية كتوجه جديد للدولة الجزائرية. أما المداخلة أو المحاضرة الثالثة الرابعة فكانت للدكتور بربح محمد الحافظ من تماسين، وهو الذي تناول معوقات العمل الجمعوي في الجزائر، وتناول نظرة محلية للعمل التطوعي في ولاية توغورت وكذلك في دائرة تماسين على وجه الخصوص، وذكر أمثلة عديدة. نعم. ورئاسة الجلسة كانت للدكتور محمد الخضر السعداوي من توغورت أيضا. نعم. جميل. طيب هذه طبعا هذا الملتقى التي دار في يوم أو عدة أيام؟ في يوم واحد. نعم، في يوم واحد، وكان لفائدة 45 جمعية. نعم. مثل ما ذكرت، وخاصة لما يتعلق الأمر بموضوع التطوع الشباني. نعم. طبعا ما هو واقع التطوع الشباني هنالك في المنطقة محسن في توغورت؟ المعذرة فقط، حبيت نرجع فقط للبرنامج لأني ذكرت الفترة الصباحية، ثم بعدها كانت ورشات تم عرضها الآن في امتداد للبرنامج. نعم، امتداد للبرنامج. الورشات اللي كانت بمركز التكوين المهني بلدية بلدة عمر، مركز التكوين المهني اللي نحيي المدير تاعو أيضا على التعاون الدائم والإسهام الحثيث يعني في إنجاح نشاطات الجمعية. كانت الورشات متمحورة حول 3 ورشات. أشرف عليها الورشة الأولى كانت دور الإعلام في دعم النشاطات الجمعوية، وأشرف عليها طالب الدكتوراه محسن صخر،
والورشة الثانية كانت بعنوان الاستثمار الشباني، أشرف عليها الدكتور أو طالب الدكتوراه هو أيضا محمد بالحبيب. والورشة الثالثة كانت مسؤولة عليها الدكتورة منصورة غطاس أيضا، واللي نحييها هي أيضا، كانت مشرفة عليها بعنوان المقاولاتية النسوية وتجربة ميدانية لجمعية تاورت الولائية. جميل. هذه الورشات، وكانت يعني على عكس يعني ما ربما نرى في بعض الملتقيات أن الورشات لا تأخذ تلك الجدية، ولكن في هذا الملتقى كانت جادة جدا جدا، وقد نالت إعجاب الحضور والمشاركين. جميل. وتعمقنا فيها تعمق كبير يعني، وكان الوقت المتاح لها ساعة، وبعد ذلك يعني بقينا أكثر من ساعة، ساعة ونصف ربما. جميل. وقد أثمرت هذه الورشات. نعم، جميل جدا. على ذكر الحضور، قبل ما نعود نرجع السؤال اللي طرحته لك منذ لحظات، على ذكر الحضور حدثني كذلك عن الفئة النسوية ربما اللي هل كانت حاضرة معكم في الملتقى، يعني من خلال المشاركة والتفاعل والتجاوب مع هذا الموضوع، موضوع التطوع الشباني؟ أكيد الجانب النسوي كما تعلم بأنه الجانب النسوي يعني فعال جدا في النشاطات الجمعوية وخاصة التطوعية، ولديه يعني الجانب النسوي لديه روح المبادرة أكثر ربما من جانب الذكور، خاصة في الفئة الشابة. الانضواء تحت لواء الجمعيات، يعني في جمعية مبدعون بلا حدود واللي نحيي أعضائها من هذا المنبر. جميل. أنه لدينا يعني أكثر من 15 عضو في جمعية مبدعون بلا حدود إناث، و6 أعضاء ذكور. جميل. هذا يعني فقط يعني في جمعية مبدعون بلا حدود. أما لو كان يعني نعود نرجع فقط، ربما شفنا في الصور أنه معظم الحضور كان من الجانب النسوي اللي يغلب عليها روح التطوع، ربما طبعا اللي عندهم الوقت يعني الكافي. نعم. ما عندهمش التزامات كثيرة مثل الشباب، فإنهن يعني يساهمن إسهام كبير في النشاطات الجمعوية. جميل. وهذا من خلال الملتقى هذا اللي شفناه انه جميل. كانوا حاضرين ووضعوا بصمتهم، وشفنا يعني اكتشفنا جانب اخر من خلال الاحتكاك وتشبيك العلاقات مع الجمعيات. اكتشفنا جانب اخر من الجانب التطوعي والجانب العمل الجمعوي في ولاية قرت. رائع. طيب، قبل ما نتحدثوا عن التوصيات اللي خرجوا بها في هذا الملتقى، نتحدثوا نعود نرجع للسؤال اللي طرحته لك قبل لحظات، اللي هو واقع التطوع الشباني هنالك في منطقة ودريق بصفة عامة وتقرت بصفة خاصة. كما هو معلوم أخي أيوب بأنه النشاط التطوعي أو التطوع بصفة عامة هو قيمة يعني مقدسة عند الشعب الجزائري بصفة عامة. نعم. تظهر يعني حتى بدون إطار جمعوي، دائما هذيك الروح تاع التويزة، تاع التعاون، تاع حسن الجوار، تاع يعني مد يد العون للمساكين للفقراء، هذه معروفة يعني في عند الشعب الجزائري بصفة عامة. في ولاية تقرت هي معروفة يعني منذ القدم. احنا حبينا انه هذا الملتقى هذا يجي ابراز لهذا دور التطوع الشباني. جميل. في ولاية قرت، واللي لاحظناه يعني في كثير من المحطات، سواء يعني في جانب الفقراء واليتامى المعوزين كذا، وفي الجانب الآخر أيضا النشاطات الميدانية، حملات تشجير مثلا، حملات الحقائب المدرسية، حملات مثلا شتاء دافئ وشق بيئي في نفس الوقت. نعم. وإذا كان نجو نتكلموا مثلا على التوجه الجديد للدولة نحو المقاولاتية، فإنه الناشط الجمعوي مش راح يبقى دائما متطوع، هو ثاني عنده أيضا نظرة لبناء شخصيته، لبناء حياته، هو أيضا حب يكون يعني رائد لمشاريع معينة، فربطنا هذا الجانب، هذا جانب التطوع مع جانب المقاولاتية الشبانية وكذلك الاستثمار. جميل. وخاصة أنه الدولة نتاعنا راهي فتحت أبواب عديدة جدا لاحتضان واحتواء الشباب، فمن خلال نشاط تطوعي يكون هناك نشاط مقاولاتية تخدم التطوع فيما بعد. نعم. هذه النظرة اللي خرجنا بها، ولا الحوصلة اللي خرجنا بها بعدين في هذا الملتقى. جميل. نتحدث الآن عن التوصيات، طبعا التوصيات اللي خرجتوا بها بعد نهاية هذا الملتقى، سواء كان بعد المداخلات أو حتى بعد الورشات اللي ذكرتها أستاذ. نعم. يعني مشكورين الأساتذة والدكاترة الكرام اللي أشرفوا على هذا الملتقى، وكذلك المسؤولين عن الورشات. من بين التوصيات اللي خرجنا بها هو ضرورة تنسيق. نعم. تنسيق منصة تجمع جميع الناشطين الجمعويين من أجل تكثيف الجهود ومن أجل تبادل الخبرات. جميل. لأنه راح نشوفوا احنا بأنه هناك العديد من النشاطات التطوعية التي تتكرر. صحيح. فعندما تكون هناك تنسيق بين الجمعيات يكون نشاط أكبر ويكون مجهود أكبر.
جمعية تكون عندها علاقات مثلا، جمعية تكون عندها جانب مادي، جمعية تكون عندها وسائل، فيكون النشاط أكثر نجاحا. صح. أيضا دعم الإعلام، في هذه التوصيات المنبثقة عن ورشة الإعلام لأستاذ محسن صخر، أنه ضرورة المرافقة الإعلامية دوما، سواء قبل النشاط التطوعي أو بعده، وخير دليل هو وجودنا الآن معكم. يعني هذا رانا نشوفه بأنه دائما التلفزيون راه يرافق الجمعيات، وسواء يعني بعد عمومية طبعا. نعم هذه من خلال الإعلام. باختصار أستاذ محسن، الوقت راه يدهمنا. نعم. التوصيات. التوصية الأخيرة هي في جانب النشاطات النسوية. النشاطات النسوية هي ضرورة مرافقة النشاطات الجمعويات في جانب النسوي من أجل إبراز دورهن الكامل في المجتمع، خاصة من خلال النشاط التطوعي للماكثات في البيت. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محسن. طبعا هنأوك بالمولود الجديد فسيلة، مولود إعلامي جديد، إن شاء الله تكون فرصة أيضا تحدث عليه بالتفصيل. شكرا جزيلا لك، ونتمنى كل التوفيق لك والأعضاء الجمعية في إن شاء الله ملتقيات واحدة أخرى في نشاطات أخرى إن شاء الله. فيما يخص طبعا جمعيتكم، جمعية مبدعون بلا حدود، كان معنا إذا محسن غطاس رئيس جمعية مبدعون بلا حدود من بلدة عمر بولاية توغورت. طبعا فقراتنا أو مواضيعنا طبعا انتهت طبعا هذا الموضوع. سعدنا كثيرا بخدمتكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الإطلالة الصباحية من برنامج صباح الجزائر. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم برنامج من هنا من ورقلة الذي خدمكم منذ الصبيحة. سنسعد كثيرا عندما نلتقي بكم الأسبوع القادم من ورقلة، وطبعا برنامج هو يومي من مختلف محطات. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.